اوكي يا شباب، وفي حلقه النهارده هندخل على الشرح على طول. وكالعاده قبل ما نروح للشرح ما تنساش تنزل تحت وتعمل كومنت جميل علشان اجمل 3 كومنتات هيظهروا معانا الحلقه اللي جايه، ودول اجمل 3 كومنتات من الحلقه اللي فاتت. كمان ما تنساش ان اللايك بتاعك بيفرق معايا جدا، فانزل تحت بقى واعمل لايك جميل وخلونا نبتدي. بصوا بقى يا شباب، الموضوع بسيط جدا، خدعه قويه جدا جدا. انا هخش في الشرح على طول علشان ما اطولش عليكم. كل اللي هنحتاج 5 ورقات تكون انت حافظهم وسهل ان انت تحفظهم. انا حاطط هنا من 1 ل5، وطبعا كلهم كلابز علشان ما يبقوش ملفتين للانظار. انت ممكن تستخدم اي كوتشينه او اي 5 ورقات، طبعا تكون انت هتحفظهم كويس جدا وهتحفظ ترتيبهم. تمام، انا استخدمت دي من 1 ل5 بالشكل ده علشان تبقى سهله في الشرح. ودلوقتي خلونا نبتدي. هنحطهم بالترتيب ده، ال5 من تحت ورقم 1 من فوق. طبعا انت هتستخدم الورق اللي انت عايزه. ودلوقتي هنبتدي نلخبط الورق بتاعنا بالشكل ده. طبعا هننزل ال5 ورقات بتوعتنا في النهاية من فوق بالشكل ده. يعني لخبط الورق بالطريقة اللي انت عايزها، المهم تفضل محافظ على ال5 ورقات بتوعتنا لسه مكانهم فوق. تمام. ودلوقتي بعد ما تلخبطهم هتدي لكل واحد من الموجودين، الخدعة دي بتتعمل مع 5 أشخاص، هتدي لكل واحد من الموجودين ورقة. هتحط ورقة 2 3 4 و5. طبعا دول ال5 ورقات بتوعتنا اللي احنا مجهزينهم واللي احنا عارفينهم من البداية. تمام. ودلوقتي هتلخبط الكوتشينة مرة كمان بالشكل ده بالشكل ده. هتحط كمان 5 ورقات، طبعا مش لازم بالترتيب، اي 5 ورقات واي حاجة في اي حتة. هتلخبط مرة كمان، هتقسم من اي حتة، هتلخبط بالطريقة اللي انت عايزها، وهتحط 5 ورقات تاني، ومش شرط بالترتيب برضو، حط اي مكان. هتلخبط مرة كمان، هتقسم من اي حتة، تلخبط في اي مكان، وهتحط 5 ورقات كمان. هتلخبط كمان بالشكل ده، وهتحط 5 ورقات كمان. دول 25 ورقة. دي 5 ورقات، ودول 5 ورقات، ودول 5 ودول 5 ودول 5. محتاجين ينزل على الترابيزة بتاعتنا 25 ورقة. بقية الكوتشينة مش محتاجينها في اي حاجة خالص، هنخليها قصادنا هنا. طيب دلوقتي احنا عندنا هنا رقم 1 2 3 4 5 اهو. تمام. دلوقتي كل اللي هنعمله ان احنا هنطلب من الشخص اللي قصادنا حاجة بس علشان ابسطها وعلشان ما تتوهوش مني. تمام. هنا رقم 5 4 3 2 1. حاجة هناخد رقم 5، هنقول له لخبط الورق اللي معاك بالشكل ده، لخبطهم بأي طريقة انت عايزها بالشكل ده. ده الشخص رقم 5. طبعا ممكن تبتدي مع اي شخص فيهم، مش مشكلة. هنلخبطهم بالشكل ده، وهنقول له احفظ اي رقم انت عايزه من الكوتشين. فلنفترض هو حفظ رقم 1 دايموند. طبعا محدش من الموجودين هيبقى عارف الشخص ده اختار ورقة رقم كام بالظبط. فلنفترض ان الشخص ده اختار رقم 1 دايموند اهو. ممكن يلخبط ويعمل اللي هو عايزه في الورق براحته خالص اهو بالشكل ده. هناخد بس كل اللي هنعمله، هنكتب بس هنا 1 دايموند. انا ليه كتبت في الورقة دي؟ علشان ما ننساش، عشان كل واحد منهم هيختار ورقة مختلفة. انما في اللعبة محدش بيبقى عارف مين اختار ايه او عمل ايه، احنا بس هنكتبهم في الورقة دي علشان نبقى فاكرين الشخص ده اختار ايه وده اختار ايه وده 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 اختاروا ايه بس. تمام. خلونا نشوف تاني شخص. تاني شخص طبعا هياخد الورق ويلخبطه بالطريقة اللي هو عايزها، ويبتدي يختار ورقة محدش غيره برضه هيبقى عارف هو اختار ايه. فلنفترض ان الشخص ده اختار رقم 10. تمام. رقم 10 قلب. هياخد الورق هيلخبطه بالطريقة اللي هو عايزها وهيحطه قصاده كده. خلونا نكتب الشخص ده اختار ايه علشان برضو ما ننساش. تاني شخص اختار رقم 10 قلب. قلب اهو. طيب تالت شخص برضو هيعمل نفس اللي عملناه، هياخد الورق هيلخبطه وهيختار ورقة هو لوحده اللي هيبقى عارفها. فلنفترض اختار 9 قلب.
هيلخبطهم بالشكل ده براحته خالص. هنكتب هنا بس هو اختار ايه علشان نبقى فاكرين. 9,000. طيب تالت شخص او رابع شخص هيلخبط الورق بتاعه وهيختار الورقة اللي هو عايزها. فلنفترض ان هو اختار البنت القلب دي. هياخد الورق هيلخبطه براحته خالص اهو، وهيحط الورق هنا. هنكتب برضه هو اختار ايه علشان ما ننساش. بنت قلب. افكركم تاني الورقة دي احنا عاملينها لينا احنا علشان هنشرح عليها علشان ما ننساش الورق اللي الناس دي اختارته. تمام. الورق اللي معانا هيلخبطه براحته خالص. فلنفترض اختار 3,000. طبعا هيلخبطه يحطها في اي مكان هو عايزه. نحط الورق كده، هنحط هنا 3,000. طيب اول شخص هنا اختار 1 دايموند، هنا 10,000، هنا 9,000، هنا بنت قلب، هنا 3,000 اهو. دلوقتي كل اللي هنعمله ان احنا هناخد اي حاجة فوق اي حاجة بالشكل ده، اي مجموعة من الورق فوق اي مجموعة تانية. والمهم ما تخلوهمش بالترتيب، يعني اي حاجة علشان الشخص اللي قصادك ما يحسش ان في ترتيب معين في الكوتشينة. ودلوقتي كل اللي هنعمله ان احنا هنقول لهم هنرتبهم بطريقة مختلفة مرة كمان. هنبتدي ننزل، هنعمل برضو 5 اجزاء وهنبتدي نلخبطهم او ننزلهم بترتيب مختلف عن اللي كانوا عليه، بحيث ان كل واحد ياخد ورقة مختلفة او ياخد 5 ورقات مختلفين عن اللي كانوا معاه بالشكل ده. ودلوقتي فعلا كل 5 ورقات هيبقوا مختلفين عن اللي كانوا موجودين فيهم. نلمهم مرة كمان اهو، لمناهم مرة كمان. هنقسم، اقسم من اي مكان انت عايزه. ودلوقتي كل اللي هنعمله ان احنا هنعمل 5 ورقات 5 ورقات، يعني ورقة 2 3 4 5، ورقة 2 3 4 5، ورقة 2 3 4 5، ورقة 2 3 4 5. ودلوقتي احنا خلصنا الخدعة بتاعتنا. كل اللي هيحصل في الخدعة دي ان احنا هنطلب من الاشخاص اللي قصادنا ان اي واحد يشوف الورقة بتاعته موجودة في انهي جزء فيهم يحط ايده فوق الجزء اللي هو شايف ان الورقة بتاعته موجودة فيه، واحنا هنقدر نعرف ونحدد بالظبط الورقة اللي هو اختارها. هديكم مثال. هنبتدي بالشخص ده، الشخص رقم 5. دلوقتي كل اللي هنعمله ان احنا هندور على الورقة رقم 5 اثبات او 5 كلابز، لان الشخص ده اللي هو الشخص رقم 5 احنا عارفين ان احنا حاطين في الجزء بتاع الورق بتاعه من البداية الورقة رقم 5 جلابز اللي هي دي. طيب هنعمل ايه لما نعرف ان هو اختار الورقة رقم 5 دي؟ كل اللي هنعمله هنبتدي مثلا مع الشخص رقم 5. بعد ما ندور على الورقة رقم 5 اللي كانت في الجزء بتاعه ونلاقيها هنا، هنعرف مكانها بالظبط هو مكانها رقم كام. الورقة رقم 5 هي الورقة التالتة. تمام. دلوقتي هنطلب منه ان هو يحط ايديه على المجموعة اللي الورقة بتاعته موجودة فيها. طيب الشخص رقم 5 ده اختاروا ورقة رقم كام؟ اختار رقم 1 اثبات، لا سوري 1 دايموند. طيب الواحد دايموند اهو. لما نقول له شوف المجموعة اللي انت الورقة بتاعتك موجودة فيها وحط ايديك عليها بالشكل ده وابتدي فكر فيها وقررها في سرك، احنا هنعرف بالظبط ان الورقة بتاعته رقم 1. طيب هنعرف ازاي؟ الموضوع بسيط جدا. شوف المجموعة اللي هو حط ايديه عليها، هتلاقي الورقة بتاعته نفس ترتيب الورقة رقم 5 هنا. يعني الورقة بتاعته اللي كانت رقم 5 موجودة هي تالت ورقة. تالت ورقة عندنا هنا هتبقى الورقة اللي هو اختارها واللي هي 1 دايموند. لو الموضوع لسه مش واضح في بقية الحاجات دي هوضحها لك. طيب خلونا نشوف الشخص رقم 4. الشخص رقم 4 ده احنا مدينه في الجزء اللي كان معاه من البداية
رقم 4 جلوبز. فين 4 اهي، رقم 4 جلوبز. طيب رقم 4 هنا ترتيبها في الورق ده هو الترتيب رقم كام؟ هي تاني ورقة. دلوقتي هنطلب من الشخص ده ان هو يمشي ايديه على الورق ويحط ايديه فوق الورقة او فوق المجموعة اللي الورقة بتاعته موجودة فيهم. طيب الشخص ده اختار الورقة رقم كام؟ الشخص ده اختار رقم 10 قلب. في الحالة دي هيحط ايديه على المجموعة دي ويبتدي يفكر ويكرر الرقم اللي هو اختاره. طيب احنا هنعرف ازاي ان هو اختار رقم 10؟ لما تلاقيه حط ايديه على المجموعة دي تشوف ترتيب الورقة هنا. يعني عندنا رقم 4 اللي احنا كنا حاطينها في المجموعة بتاعته هي تاني ورقة. لما يحط ايديه على المجموعة دي هنشوف تاني ورقة، هنكتشف ان تاني ورقة هو اللي الشخص ده اختارها. تاني ورقة عندنا هنا هي 10 قلب. دلوقتي هيحط ايديه فوق المجموعة دي ونقول له فكر في الرقم اللي انت اخترته وكرره في سرك، وبعدين هنقول له 10 10 10 لان تاني ورقة عندنا هنا هي رقم 10، نفس ترتيب الورقة اللي احنا اديناها له في المجموعة بتاعته. طيب الشخص ده كنا حاطين في المجموعة بتاعته الورقة رقم 3. هنشوف الورقة رقم 3. الورقة رقم 3 اهي اخر ورقة من تحت. دلوقتي هنطلب منه ونقول له شوف الورقة بتاعتك اللي انت اخترتها موجودة في انهي مجموعة، وحط ايديك فوق المجموعة اللي انت حاسس ان الورقة بتاعتك موجودة فيها. هو الشخص ده اختار ايه اصلا؟ اختار رقم 9، يعني هيحط ايديه فوق المجموعة دي. في الحالة دي هنشوف اخر ورقة عندنا هنكتشف انها رقم 9. ليه اخر ورقة؟ لان ترتيب الورقة اللي احنا كنا حاطينها له في المجموعة بتاعته واللي هي في الحالة دي رقم 3 اخر ورقة من تحت. فاخر ورقة من تحت في المجموعة اللي هو حاطط ايديه عليها هتبقى هي الورقة اللي هو اختارها. في الحالة دي برضو هنقول له فكر في الورقة بتاعتك وكررها في سرك. هنكتشف ان هي رقم 9 قلب بالشكل ده. اخر واحد عندنا هنا رقم 1. رقم 1 حاطين له في المجموعة بتاعته رقم 1. تمام، هندور على رقم 1 هنا. رقم 1 اهي اول ورقة في المجموعة بتاعتنا. في الحالة دي هنقول له حط ايديك على المجموعة اللي الورقة بتاعتك موجودة فيها. طيب الشخص ده اختار ايه؟ الشخص ده اصلا لو نفتكر اختار رقم 3 قلب، يعني هيحط ايديه على المجموعة دي. في الحالة دي عندنا رقم 1 بتاعه واللي احنا كنا حاطينه له في المجموعة بتاعته اول ورقة من فوق، يبقى الورقة اللي هو اختارها هي اول ورقة في المجموعة من فوق. الموضوع بسيط جدا. شوف الورقة اللي انت حطيتها له في المجموعة بتاعته ترتيبها هو الكام في المجموعة، هتكتشف ان الورقة اللي هو اختارها هي نفس ترتيب الورقة اللي احنا حطيناها له في المجموعة. تمام، احنا كنا حاطين له هنا رقم 1، هي طلعت اول ورقة من فوق، يبقى لما يحط ايديه على المجموعة دي الورقة اللي هو اختارها هتبقى اول ورقة من فوق. طيب في حاجة اخيرة، فلنفترض ان الشخص ده مثلا اللي هو رقم 1 واللي احنا اساسا حاطين له في المجموعة بتاعته الورقة رقم 1 واللي احنا عارفين ان هي اول ورقة من فوق. قلنا له حط ايديك على المجموعة اللي انت عارف اصلا ان الورقة بتاعتك موجودة فيها، ولقيناه حط ايديه على المجموعة دي اللي هي فيها الورقة بتاعته، يبقى اكيد هو اختار الورقة اللي احنا حاطينها له واللي هي الرقم 1 دي. تمام، لما تلاقي الشخص اللي قصادك بيحط ايديه على المجموعة اللي فيها نفس الورقة اللي احنا كنا حاطينها عشان نعلم بيها المجموعة، هيبقى اكيد هو اختار الورقة اللي احنا كنا حاطينها علشان نعلم بيها المجموعة. يا رب اكون بسطت الشرح على قد ما اقدر. انا عارف ان الخدعة ممكن يبقى فيها شوية لخبطة. هات الكوتشينة لو ما فهمتش او ما كنتش موضح حاجة، هات الكوتشينة اعمل نفس الخطوات اللي انا عملتها هتلاقيها ظبطت معاك وبقيت تمام. ودي كانت الخدعة بتاعتنا النهاردة. لو عجبتكم اللايك والشير الجميل، واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. سلام.